يا هلا بحبايب فواطم، شلونكم؟ شخباركم؟ مشتاقة لكم كلش هواي. ان شاء الله تكونون كلكم بألف ألف خير وصحة سلامة يا ربي. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام علي عليه السلام. اليوم يوم الأربعاء، فقلت خل أصور للبنات روتيني من بداية السحور لحد نهاية اليوم. يعني كالعادة سحورنا يعني شي ما يشبه شي. زوجي سوى طماطة وبيض إليه، هو يحبها، أنا أصلا لا أحب أسويها ولا أحب أكلها. وأني حميت صمون بالفرن لأن التوست مالتي خلص، الخبز مالتي خلص، فعادي إذا أنا كنت نص صمونة كلش عادي. أكلت أنا مخلل لهانة هيجي حتى بدون صمون لأن مالي نفس آكل، لأن صايرة ما أحب السحر صراحة. يعني شوفوا بنات، شوفوا أني هسه إذا تدخلون لحسابي بالفيس عبارة عن أجواء، يعني هاي الأنواع الجوية العفو. ماكو صفحة يعني عراقية ما متابعتها، فشنو صار هم هواي يحذرون يقولون راح تجي أمطار، موجة أمطار، وتبلش من يوم الأربعاء وتكون يعني أمطار رعدية. فدخلونا إنذار. فأنا شنو سويت أول ما قعدت الصبح؟ يعني سويت كنست السطح، لأن تعرفون يعني إذا مطرت الدنيا لازم السطح نظيف على مود الماء ينزل بسهولة. ثاني شي شنو سويت؟ ما عندي خبز بالمجمدة، فعجنت الخبز تقريبا ورا صلاة الظهر وخبزته بالأربعة العصر. هذا الحكي الدنيا هيك دلهمت، يعني صارت غيوم وهاي. عجينتي لقيتها مختمرة كلش لأن نسيتها أصلا، يعني أنا نسيت أنا عاجنة بنات، مو خليتها بالفرن أصلا، نسيتها. جيت لقيتها هيك صاعدة عن المعجنة لفوق، فعادي صراحة هي سالت، بس الدنيا باردة فزين لزمت نفسها، بس قوة خبزتها صراحة يعني. وهسه من ساعة نشرت ريل قصير، فاكو بنية بالتيك توك علقت لي قالت فواطم غطي العجين ورا ما تشنقي على مود ما يبس وهاي، وعلى مود ما يزرف يمكن. فإن شاء الله راح أجرب هذا الشيء. إنه يعني أنا هسه تذكرت أمي كانت تغطي العجين، كانش ما غطي ليش بالله، صدق بالله. يلا عادي، الحياة شنو، الحياة تجارب وعادي. كمل الخبز طبعا، بقيت منتظرته فوق لأن الجو يخبل كلش حلو الجو بنات. لحد ما برد خليته بالمعجنة، غطيت التنور من بعد ما برد أكيد على مود عن المطر يعني لا يزنجر. نزلت، فشنو قلت خل أوخر هاي البردة. هاي البردة كلش ضوجتني صراحة. أنا أحب شكلها وشكلها هادئ وحلو، يعني أنا أحب اللون الأبيض كلش بالأثاث. بس بنات هسه شوفوا الدنيا مغيمة، خب هذا الشباك أظلم بس هي كلش تضوج، يعني تدخل الضوء بسرعة. يعني الصبح الجهال يقعدون ضايجين بالستة الصبح من قد ما الضوء يدخل بسرعة للغرفة ويظلون يبكون. فوخرتها. وثاني شي انه هي ما بيها حلقات، فما اقدر افتح الشباك يعني ما تنسحب، فكلش اكره هيك بردة. نظفت الشباك، طبعا هذا الشباك انا كل اسبوع انظفه، بس ما ادري منين يجي التراب. هو جونا تراب، يعني احنا حتى لو شتا صيف هو جونا تراب. وهذا الشباك تذكرت اول ما سوينا الشبابيك قلت لزوجتي باك تخلي من هذا الشباك، انا اريد استمتع بالاجواء، واذا مطرت الدنيا افتح الشباك وخلينا واشوف المطر. كان هسه بنات ورا ما قعدنا بالبيت قلت الحمد لله والشكر، الحمد لله من خليناه صراحة يمنع الحشرات يعني. مع العلم هاي احنا مخلينه اشوفهن من برا بنات واقفات على الشبك يردن يدخلن، ويعني كل زين صراحة، والحمد لله من خليناه. نجي للبردة. هاي البردة خذتها من أمي، هي ودت لي إياها لأن قلت لها راح أشتري بردة وشي، فقالت لا تشترين، أنا عندي وحدة جديدة زايدة، فقالت راح أدزلك إياها شكرا. طبعا هي كلش حلوة يعني ثخينة، أنا أحبها ليش؟ لأن ما تدخل ضوء صراحة، أنا أكره الضوء يعني بالغرفة خاصة فترة الصبح، ما أحب هاي مال البردات تول وهاي السوالف. بغير مكان عادي، بس بالغرفة لا، هذا شكلها نهائي. حاليا هي راح موي الغرفة لأن هي أصلا الغرفة يعني شي ما يشبه شي، فعادي كلش. جيت بعدين وخرت عندي كم وجه ومخدة، وعندي هاي مفرش مال التخم وعبات الصلاة. هنا صراحة نظيفات يعني ما صار لي هواي من غاسلتين، بس هيك على الواهز قلت خل اغسلهن ما طول ما عندي شي، الجو حلو هيك هو عالي. فبلشت غسلتهن. ايش قلت هاي تنظيفات العيد يعني. ورجاء بنات لا حد تقول لي ليش احنا ما ننظف بس بالعيد وهاي، يا اخي ومن يحيي شعار الله فإنها من تقوى القلوب. خلي هاي تظل ذكرى يعني عند اطفالنا، نشتري ملابس للعيد، نسوي كليجة، ننظف، يعني احنا شنو بيدنا نسوي غير هاي الشغلة؟ يجي العيد ونصلي صلاة العيد يعني اوكي، يعني احنا شنو هسه احنا من كبرنا ايش ظل الذكريات؟ ترى انا هسه انا من اتذكر العيد اتذكر امي من تسوي كليجة، من تشتري لنا ملابس، من يجونا مثلا يعني أقاربنا، من إحنا نروح الخوالي، يعني هي هاي أتذكرها، يعني أنا أقصد كطفلة. فترى عادي أوكي. فبنات عادي إحنا ننظف كل السنة، بس إحنا نحاول يعني خاصة إحنا النسوان
يعني بصريح العبارة ربات البيوت اللي ما عندنا وظيفة وشي، فإحنا نقضي وقت بهاي السوالف، حملة المدرسة، حملة عطلة نصف السنة، حملة العطلة الصيفية. اوكي، فكلش طبيعي، لان اني كل ما انشر فيديو تنظيف يجني يقول لي شنو انتم ما تنظفين بس بهذا الموسم. المهم ما علينا، كنا حبايب ان شاء الله وكنا خوات، وعاد هاي تصير سوالف بين الحبايب. شريت البنات وشوف الجو رجع راح الغيوم، يعني الغيوم تروح وتجي عبالك تلعب ويانا. فقلت خل اراود، طبعا انا كل ما صعد فوق بنات اظل اصافنا، لان هاي التشريفة مالتنا ناسية، فاظل اصافنا على هذا المنظر هاي ورا البيت. فكان اتذكر كان اقول يا كان ما مصورة للبنات، شوفوا بنات رجعت الجو غيوم. فقلت خل اصور لهن البنات. شوفوا انا هسه ما سويت صراحة ثواب وايد، لان ماكو جيران قريبين علي يعني بصف حد على الحد، فما سويت. ترى جيت لاهلي اي بنات، اني من دخلنا بشهر رمضان خبصت امي واختي ويعني نسوان خوتي. ايش قلت لهن يابا شوف انا ايش راح اسوي بالقدر، وشوف انا ايش راح اطبخ، واجيب معي يسفر لي واسوي. تالي اجيتهن قال ها وينه يا بنت اخوي، قالت عمه كان انت تكذبين علينا مو قلتي اطبخ وهاي، قلت لا يا معودات وين اطبخ، صدقتين انا بنفسي اطبخ، وان شاء الله يعني بمرور الايام والسنين اطبخ. بس هسه ابني صغير ما عندي واحد يوزع لي، زوجي بالدوام، ولا اقدر انا اطلع مثلا واوزع. يعني بربشن بنات تخيل الفواطم طالعة وشايلة الصينية وجهالي يبكون، خاصة هاي بالتفد يابا هيجي مزعجة وظل بس تتبشبش، ودب انصمت انا والصينية. لا صراحة يعني مو مستحيل، فخلي يكبرون الجهال وان شاء الله نوزع انا وياهم، وبوجود شن طبعا وانتن وياي واشارك شن. اكيد اجت البت الكبيرة شنو بس تصور، طبعا عاشت ايد امي مكملة كل شي وعاشت ايدها، وان شاء الله ثواب الوصل يا ربي، وكل سنة وكل عام هي طيبة وتطبخ لنا. اليوم القدر هذا اليوم 21. طبعا أغلب الناس إحنا يعني لمنطقتنا ويمنا هو أصلا يعني شنو يسوون ثوابهم لأمواتهم يوم 23 بنات. يوم 23 خاصة بالمناطق الشعبية صراحة الصوان هواي، يعني خاصة وقت المغرب، صينية رايحة صينية راجعة، خطية الناس يعني كل من يذكر أمواته وشي. فإحنا هسه قالت أمي قالت خل أطبخ اللي يدزلنا ندزله أوكي. فأنا شكل طفل يجي ألزمه بالباب خطية بنات، حتى الأطفال صارت بيهم رهبة، يعني قاموا يخافون مني. قبل أوجه الكاميرا عليه أقول له أوقف، أسوي زوم على الصينية وأراويها لكم، يعني أنا ايش قد غيركم ما أراويهم، بحيث خطية جهال انصدموا يعني. بس أكيد يعني عادي هم متعودين علي أوكي، فعادي خطية سكتوا ويبقون واقفين لحد ما أصور وأكمل، أقول له يلا فوت اللي بعده. شوفوا بنات أغلب البيوت طبعا ما ودونا هواي بيوت، يعني لأن هي قلت لكم على باكر على الخميس برياني ورابة وزلاطة وتمر، هم أصلا أغلب الصواني. هسه قاعد أراويكم هاي أول صينية زومت عليها. وهنا أنا أمي شنو سوت، قالت بما إنه يعني ما راح أودي اليوم هواية على باكر، فدزت الأخواني فطور للمحل وعليهم بألف عافية. هاي الصينية بيها برتقال زيادة عن أخواتها الصواني وحلاوة. استفقدت شغلة بنات إنه يعني أغلب الصواني هي تيجي بيها مواعين سفر، صراحة قبل كانت مواعين يعني هاي مواعيننا العادية، فكانت أحس الصواني أحلى. انتو هم هيجي تحسون مثلي؟ جا هذا الطفل قلت له أوقف، زومت شفت صورت لكم قلت له يلا فوت، ولهنا راح ينتهي الفيديو. باي باي بنات.